تخيل معايا شخص اوقات يتوهم ان في حاجه حصلت وما تكونش حصلت، واوقات تانية يخاف من حاجات مش منطقيه خالص، واوقات ينام بدري وياكل اكل صحي، ومرات تانية يلخبط في نومه واكله، واوقات يتعصب لدرجه انه يكسر اي حاجه قدامه، وساعات يلاقي نفسه دخل في علاقه عاطفيه بسرعه جدا وبرضه خرج منها بسرعه جدا. الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده ما عندوش اي خلل نفسي او عقلي. السمات اللي احنا ذكرناها دي سمات شخص طبيعي، ما بالك بقى لو حصل في المخ مشكله؟ وقتها بنبدأ ندخل في عالم الاضطرابات النفسية والعصبية. طيب ايه الفرق بين الاضطراب النفسي والاضطراب العصبي؟ طيب بص، مخنا عامل زي الكمبيوتر، عبارة عن أجزاء. الأجزاء دي متوصلة ببعض وبتشتغل عن طريق سيستم أو نظام معين. لو حصل أي خلل أو عطل في جزء من أجزاء الكمبيوتر ده، وقتها نسميه اضطراب عصبي، زي مثلا الصرع أو الشلل الرعاش أو الزهايمر. كل دي أمراض بتصيب المخ عن طريق إن هي بتضرب جزء معين من أجزاء المخ.